السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأتحدث عن الاحتفال بمناسبة 11 فبراير. وهذه نصيحة لله عز وجل الذي سيرضى بغضب، والذي سيزعل يزعل. أنا لا يهمني رضاء الناس بقدر ما يهمني رضاء الله عز وجل. لا شك أننا عندما خرجنا مظاهرات في 11 فبراير وما قبلها، ونحن كنا أعضاء مجلس النواب، كانت الهدف تغيير بالنسبة لنا كأعضاء مجلس النواب هي تغيير مواد في قانون الانتخابات من أجل أن تكون الانتخابات أكثر نزاهة وشفافية. هذا هو كان الهدف. ولكن جرت الأحداث، وجرت الأحداث في المحيط العربي، ودخلت الأيادي الغربية عبر المنظمات وبدأت تغلي بالشارع وتطالب بأكثر مما هو مطلوب. مرت الأحداث، وإن شاء الله نترك هذا للتاريخ ونترك الأيام، يعني لا نريد أن نتكلم عن كل شيء، لكن نحن نتكلم اليوم أن ما كنا نطالب به في الماضي مقابل ما نطالب به اليوم، يعني صاحب العقل والبصيرة يفكر. كنا في بيوتنا آمنين، وكنا على أموالنا آمنين. يعني أنا بيتي في شارع بغداد حيث تمركز أنصار صالح، ولم يعتدي عليها أحد، ولم يدخلها أحد. كذلك أنصار صالح بيوتهم في الاتجاه الآخر، ما حد اعتدى على البيوت، ولا حد نهب أموال، ولا حد أبدا. وكانت يعني هي في إطار حق دستوري وقانوني. لكن أيادي الخبثاء تطورت الأحداث إلى ما حدث اليوم. ما الذي تغير؟ تغير كل شيء. الذي يريد أن يحتفل اليوم في فبراير نقول له: أين الذين ثرتم عليه في فبراير؟ قاوم الحوثي وقتل في بيته رحمه الله. اليوم الذي قتل الحوثي أو الذي قتله الحوثي هو الذي قتلني وقتلك وشردني وشردك، هو الذي لا يفرق بين أنصار علي عبد الله صالح وبقية المواطنين وبقية الأحزاب الأخرى. نظر إلينا كلنا محل ثأر للحسين، فهو يريد أن يثأر من الجميع. معقول لحد الآن لم نستوعب هذا الدرس؟ معقول يا إخواني أننا لم نستوعب هذا الدرس؟ الحوثي ما فرقنا في معاملاته. اليوم المشردين إصلاحي ومؤتمري المهم كل من وقف ضد فكر هذا الحوثي وخالفه في مذهبه شرد به، وشرد به قبل ما يجي التحالف، ودخل بيوتنا قبل ما يجي التحالف. معقول؟ وهو استطاع أن يستغل هذا الصراع، خاصة بين المؤتمر والإصلاح. اليوم ما زال البعض مصر على